ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملنا طاجن السعاده. بس عايزه اقول لكم عملته صيامي وجميل قوي قوي. تمام، ونباتي كمان للناس النباتيه. هنا اول حاجه طبعا معايا الطاجن الفخار ده. تمام، واي صينيه عندك عادي ممكن تستخدميها. انا حابه ان انا اعمله في طاجن الفخار. تمام كده، معايا 2 كوب من الدقيق يكون منخول مرتين. المقادير على الشاشه. طبعا انا هنخله مرة تانية، يعني نخلاه مرة وهنخله مرة تانية معاكم. والمقادير برضو مكتوبة على الشاشة. تمام، والدقيق ده هو اللي انا استخدمته. دقيق يعني مختص بالكيكة. تمام. وعندنا كوب الا ربع سكر. سكر الحبيبات العادي. كوب الا ربع من السكر. وممكن تستخدمي نص كوباية سكر. وكيس كيك شيف طبعا هنستخدمه كله. ورشة الملح طبعا عليهم. حط البودر كله. وهنا هاخد 4 معالق من كاكاو الخام الفاتح. تمام، 4 معالق من الكاكاو. تمام. وطبعا حطيت كيسين من الفانيليا. تمام. نقلب كويس جدا طبعا الحاجات الجافة مع بعض. تمام. وزيت طبعا، ومعانا خل. معلقة خل كبيرة. ومعانا حليب جوز الهند البودر. ده صيامي موجود طبعا في السوبر ماركت في أسوان بجيبه. وانتي لو في اي منطقة طبعا اسألي عنه هتلاقيه موجود. حليب بودر جوز الهند. تمام. نقلب الحاجات الجافة كويس جدا. طبعا هاخد 4 معالق من الحليب البودر جوز الهند. وهضيف عليه مية عادية خالص، مية يعني نصها سخن ومية نصها دافي. تمام. هنا أول حاجة هاخد طبعا 8 معالق كبيرة من الزيت. 8 معالق، مش هاخد الكوباية دي كلها طبعا. 8 معالق من الزيت. يعني بص، مش بياخد زيت كتير. كوباية الحليب طبعا اللي احنا دوبناها دافية. هنضيف شوية بشوية. كمان حبايب قلبي ممكن تعمليها بمية عادي جدا، ممكن عصير برتقان عادي. ممكن تستبدليه برضو بحليب جوز الهند اللي هو العادي تعمليه. يعني بصي، كل حاجة تنفع. تمام. هضيف كده شوية بشوية وهضرب بالمضرب اليدوي. على فكرة بالمضرب اليدوي جميل قوي قوي، يعني مش محتاجين اي مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة. تمام. هضرب كويس جدا، طبعا مهمتي ان انا اضرب كويس الخليط جدا. طبعا انا كملت بشوية مية عشان بس اطمنكم، ممكن ان هو ينفع بالمية عادي جدا. وهش وطري قوي. بصوا. تمام. وكده خلاص، اخر حاجة هضيفها معلقة الخل الكبيرة. طبعا هي دي مادة الرافع بديل البيض. تمام. وهتدي هشاشة معانا. تمام كده. خلاص كده هجيب الطاجن. طبعا انا ضفت معلقة الخل. تمام. هو دهنة من الزيت كده. ومش هبطنها بدي ولا اي حاجة، دهنة هي بالفرشة الزيت كده. طبعا في الوقت ده انا مسخنة الفرن. ممكن تعمليه عادي في صينية عادي، اي صينية عندك، مش لازم فخار. بس انا حبيت ان انا اعمله زي المحلات الجاهزة بره. بيعملوا اللي هو طاجن السعادة. تمام. عشان كل واحد طبعا ياخد له طاجن. تمام. انا عاملة كبير وعاملة حجم صغير وعاملة حجم وسط. تمام. ده الحجم الكبير وده الحجم الصغير اللي بصوا. ده الصغير، ده الحجم الكبير. طبعا حطيته في الفرن، وبصوا بعد ما خبطته كده قبل ما ادخله الفرن. بصوا استوى. تمام. عايزه اقول لكم طريه قوي وهشه قوي. تمام. طبعا احنا كده مجهزه كريم شانتيه صيامي. بس عاملاه ماهي شويه. تمام. وحطيت له معلقه نشا
عشان بصوا بعد ما هحطه كده خلاص هضيفه، هندخله التلاجة ساعتين هتلاقيه القوام اتمسك معانا. هنا طبعا معايا مكعبات شوكولاتة، هسخنها على حمام بخار. بعد ما تسيح خالص هزودها بمية مغلية، تمام، وهقلب وهتدينا القوام الحلو القوي اللي انتوا شفتوه. بصوا كده بعد ما خرجت من التلاجة ساعتين كانت الكريم شانتيه جمت معايا طبعا عشان معلقة النشا، تمام. بصوا الشوكولاتة برضو تكون سايحة بس مش سخنة عشان ما تسيحش الكريمة معانا، تمام كده، يعني تكون دافية. الشوكولاتة دي جميلة أوي، بصوا يعني جميلة أوي لما ضفت لها مية. بصوا دي أنا حطيتها طبعا كانت سخنة بس حبيت أوريكم كده شكلها حلو برضو. وهنا عندك أي مكسرات أي بسكوتات، هو طاجن السعادة، حط اللي انت تحطيه، تمام. إن عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب تفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة المكرس يشترك. ايه رأيكم بقى؟ حاجة جميلة قوي كمان صيامي نباتي وبسيطة جدا. التزيين بتاعك انت طبعا ممكن ما تزينهاش خالص، تكفي بالشوكولاتة، هي طعمها تحفة بصراحة يعني. بس انا حبيت ان انا اعمل التزيين وكده عشان ولادي. وطبعا كان عندي عنب ورحت ضفت اي حاجة فاكهة، موز اللي انت عايزة تحطيه كله، تفاح، حطي كل حاجة الموجودة عندك حطيه. حطي اللي هي الكولا دي حلاوة، جيلي كولا، حطي اللي انت عايزاه. ايه رأيكم بقى؟ بجد تحفة 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 تحفة، جميل قوي قوي بجد، وطاجن جميل قوي قوي. كمان احنا واقفين ما كملناش يعني ساعة احنا وفي التجهيز، وبعد كده بصوا قاعد في التلاجة بجد. بصوا والكيكاية فاتحة من جوه وجميلة قوي قوي قوي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، باي باي.